اتربينا على جمله اهالينا للمدرسين اكسري وانا جبس، او يشتموكي ويهزقوكي قدام الناس عشان يبانوا قد ايه هم ربوكي كويس، او انك ما تتحضنيش او يتقالك بحبك او وحشتيني من اهلك علشان ما تطلعيش متدلعه وما تاخديش على كلام الحب والكلام الفاضي ده. فللاسف طلعنا جيل معقد بائس مفتقد الحب والحنيه وما عندوش اي ثقه في نفسه. ولو حد قال لنا كلمه حلوه او حس اتجاهنا باي مشاعر نستكتر المشاعر دي عن نفسنا ونبقى مستغربين احنا نتحب. بس الحمد لله تداركنا كل ده. بس هل معنى كده ان احنا زي الفل؟ لا خالص، بتفضل في حته معلمه جوانا ما بنحبش نفتكرها ولا نتكلم فيها، وبنحاول نصلح ده في الاجيال اللي جايه. اصل الحب والحنيه مش هيطلعهم ضعاف، بالعكس هيطلعهم شبعانين مشاعر وعارفين قيمه نفسهم كويس. لما يحسوا ان احنا في ظهرهم طول الوقت ومهما عملوا ده هيخليهم مسؤولين اكتر، مش هيحاولوا يغلطوا علشان هيبقوا خايفين مننا، بالعكس هيكونوا مسؤولين وعارفين ان ده غلط ومش هيحبوا يزعلونا. لما نحترمهم قدام الناس حتى لو غلطوا والعتاب واللوم يبقى ما بيننا وما بينهم، ده هيخليهم محترمين في نظر نفسهم وفي نظر الناس. تفتكروا بقى مين اللي طلع احسن، اللي اتضرب ولا اللي اهله